طبعا كلنا شفنا الفيديو بتاع واقعة بسوس بتاع الأب وابنه، وزعلنا عليهم جدا وتأثرنا. بس خليني أقولك إني لو حكيت لك الحكاية كاملة أنت ممكن تغير رأيك في كل اللي أنت شايفه ده. اللي هحكيهولك دلوقتي ده مش مجرد قصة، دي وجع قلب وحكاية مرعبة عن الغضب لما بيعمل قلوب، ويخلي الأخ ياكل في لحم أخوه، والابن يعتدي على أبوه، والأخت تنهش في لحم أخوها، وفي الآخر طفل ملهوش أي ذنب هو اللي بيدفع التمن، ويتحرم من المشي طول حياته ورجله تتقطع، وبكده يعيش طول حياته بعاهة مستديمة، وأهله هما اللي يعملوا فيه كل ده، مش حد غريب. تعال أقولك تفاصيل الحكاية المؤلمة دي، واللي أصلها قديم بقاله سنة كاملة النفوس فيها شايلة من بعض. القصة بدأت في مايو 2025 بمشكلة عائلية عادية خالص وبتحصل كل يوم في بيوتنا، خناقة على الميراث على حتة أرض صغيرة، لكنها كانت سبب في إن هي تولع النار بين أفراد عيلة كاملة. متخيلين؟ عيلة كاملة بينهم مصانع الحداد عشان حتة أرض ما تسواش حاجة. الخلاف كان بين واحد اسمه شريف وأخته، اللي هي تبقى جدة الطفل محمد اللي كلمتك عنه في البداية، واللي صورته قدامك دلوقتي وهو مرمي على الأرض بسبب طلقة خرطوش من خلانه. في وقت الخلاف من سنة، المشكلة كانت ماشية في سكة العتاب بين الخلافات الكتيرة اللي حصلت. ولو هتقولي طب الخلاف بدأ إزاي؟ هقولك إن خال أم الطفل اللي في مقام جده رفض يدي جدة الطفل ميراثها، واختلفوا اختلاف شديد لأن الورث كان في بيت العيلة. لحد هنا الدنيا تمام، وجدة الطفل من ناحية الأم بتحاول توصل لحل مع أخوها، لكنه كان رافض وكان بيقول لها ملكيش ورث عندي. هنا الكلام كان بالذوق، لحد ما اتدخلت أم الطفل وشتمت خالها، وهنا الدنيا سخنت وولعت أكتر. الخال دمه غلي وقال لأخته المشكلة هنا كانت عادية، لحد ما بنتي غلطت فيا، البنت دي تطرد من البيت وما تعتبوش تاني، ولو شفتها فيه مش هيحصل كويس، ده بيتي وأنا حر فيه. الأم طبعا قلبها كلها على بنتها وزعلت عليها، وقالت له دي بنتي تيجي في أي وقت، ده بيت أبويا وليا فيه زي ما ليك فيه. لكن هو صمم ومنعها. أم الطفل عندته وراحت البيت رغم إنه منعها من الدخول بعد ما شتمته. فلما شافها الدم غلي في عروقه وقال لنفسه دي بتستهزأ بكلامي. بدأت المناوشات تزيد، كلمة منه على كلمة منها، الموضوع كبر وسخن أكتر، وهو مصمم يمنعها من الدخول وهي مصممة تدخل. أول ما دخلت البيت خالها شافها وزعق لها، وحصلت خناقة كبيرة بينهم. وهنا البنت طلعت تصوت في الشارع وقالت أنا هجيب جوزي ياخد حقي منكم كلكم. راحت لجوزها اللي هو أحمد مرسي والد الطفل اللي كلمتك عنه في الأول، وقالت له إنهم اعتدوا عليها وعروها في الشارع وقلعوها هدومها. جوزها ما كدبش خبر وجمع 11 راجل من إخواته وولاد عمه وعمامه وراحوا البيت خال مراته، وبدأت المواجهة. خالها قال لجوزها يا أحمد دي بنت أختي يعني زي بنتي، وعرضها عرضي، يا ابني هي اللي غلطت فيا وشتمتني وأنا كرشتها من البيت. الكلام كان عادي خالص ومجرد مشاحنات، فجأة الكلام قلب لضرب وتقطيع وسكاكين. وفي وسط كل اللي بيحصل ده، ولاد الخال اللي اسمهم أدهم وده عنده 18 سنة، ورفعت اللي عنده 16 سنة، رفعت ظهره اتشرط واتبهدل، وعرفوا بعد كده إنه اتضرب بمشرط، وأدهم وشه اتقطع بآلة حادة وقالوا إنها قطر. وبعد الإصابات دي كلها اتعمل لهم 4 عمليات جراحية في مستشفى الدمرداش، والتقارير الطبية والمحاضر سجلت إن اللي عمل كده هو أحمد مرسي والد الطفل الصغير اللي كلمتك عنه في البداية. الولاد اللي اتضربوا بقى يمشوا في القرية والناس تعايرهم بوشوشهم اللي اتعلم عليها، الرايح واللي جاي يلقح عليهم بالكلام، لدرجة إن العيال بقوا يبكوا لأبوهم ويقولوا له إحنا حاسين إن الناس بتضحك علينا. وهنا كبار القرية اتدخلوا وعملوا قعدة عرب، وحكموا بإن عيلة أحمد مرسي أبو الطفل الصغير تعزل من المنطقة كلها عشان يمنعوا بحور الدم اللي ممكن تحصل. الكل افتكر إن الموضوع خلص، لكن الحقيقة إن نار الغل كانت لسه قايدة في قلب جد الطفل وولاده، وقرروا إنهم ينتقموا بطريقة شيطانية. بعد 9 شهور من الواقعة، وبالتحديد في 19 فبراير 26، يعني أول يوم في رمضان، خططوا وجهزوا سلاحهم وعملوا كمين لأحمد مرسي وابنه. أول ما شافوه معاه محمد ابنه الصغير اللي عنده 5 سنين وهو لسه خارج من صلاة التراويح وشايل مصليته، جد الطفل شاور لولاده وقال لهم الواد الصغير أهو، اضربوا فيه عشان أبوه يجرب ناري فيكم. تخيلوا الجبروت، قاصدين يضربوا الطفل الصغير عشان يحرقوا قلب أبوه عليه. ضربوا خرطوش عليهم، والخرطوش نهش جسم الطفل الصغير اللي هيعيش حياته كلها بعاهة مستديمة بسبب جرم كبار ما بيرحموش، ورجله بنسبة كبيرة ممكن يتم بترها بسبب عملتهم السودة اللي لا يقبلها عقل ولا منطق ولا ترضي ربنا. الطفل ذنبه إيه يحصل له كل اللي حصل ده؟ في النهاية الداخلية قبضت عليهم والقانون هياخد مجراه. بس السؤال اللي بيوجع بقى، هو احنا ليه وصلنا لكده؟ وليه الأطفال دايما هم اللي بيدفعوا تمن غلطات الكبار؟ الطفل الصغير ده ملوش ذنب لا في ورث ولا في أرض ولا في كلمة اتقالت ساعة غضب، لكنه دلوقتي هو الضحية الوحيدة اللي خسرت بجد. يا ريت كل واحد بيعمل مشكلة يفتكر إن عياله مش وسيلة انتقام. طلعوا العيال من سواد قلوبكم، لأن الوجع ده ما بيتنسيش.
والندم بيفضل سنين.